قدسنا النهاردة كان بهلوان أو مهرج. شغلته كان إن هو يضحك الناس. هو القديس بروفوريوس. تعال نعرف قصته سوا. بروفوريوس كان شغال في قصر الملك، كان بهلوان الملك. كان كل جولته يفكر إزاي إنه يضحك الملك. يقوم كل يوم الصبح يفكر أنا هقدم فقرة إيه النهاردة للملك، وإزاي يفكر إن هو يبسطه ويضحكه بس. ويقعد الملك يجيب ناس يتلموا حواليه، ويجي بروفوريوس يقدم الفقرة بتاعته ويضحك الملك. وفي يوم من الأيام الإمبراطور يوليانوس قال النهاردة عيد ميلاد الملك، عايزين نفكر ازاي نبسط الملك النهاردة. وراح عزم كل كبار البلد والعظماء، وراحوا قالوا لبروفوريوس النهاردة بقى محتاجينك تعمل فقرة حلوة جدا، لازم الكل يضحك النهاردة، ده عيد ميلاد الملك. راح بروفوريوس قعد وفكر ايه اللي ممكن اعمله عشان ابسط الملك. طب هو الملك اريانوس ايه اكتر حاجة بيحبها، ايه اكتر حاجة بتفرحه؟ بعد ما قعد يفكر قال هو بيكره المسيحيين، بيحب يعذبهم، يبقى انا لازم اعمل حاجة عن المسيحيين. فبروفوريوس وهو قاعد بيفكر جات له فكرة، قال انا هقدم فقرة بهلوانية بتريق فيها على المسيحيين، واكيد الملك هينبسط جدا. راح جاب الفرقة بتاعته وجاب مغنيين كتير، ورتب هو هيقدم الفقرة ازاي. راحوا جابوا وعاء حطوا فيه مية كأنه المعمودية. راح جاب بروفوريوس وراحوا جابوا وعاء كبير قوي كده وحطوه في النص وملوه مية، وجيب بروفوريوس بطريقته البهلوانية ووقف قدام الوعاء. وراح بدأ بروفوريوس انه يقدم الفقرة بتاعته، وراح مثل انه كأنه كاهن مسيحي، وقف يتكلم ويقول شوية حوارات كده عشان يضحك بيها الملك والناس الموجودة. والملك قعد يضحك والناس اللي معاه تضحك. وراح واقف بطريقة بهلوانية كده ومثل، وراح رشم الصليب على المية وقال باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. زي ما المسيحيين بيقولوا، هما فعلا بيقولوا كده وكل الناس تضحك. بعد ما رشم الصليب على المية بروفوريوس بص في المية وسكت. ملامح بروفوريوس اتغيرت وسكت، وفضل لحظة كده باصص على المية والناس كلها واقعة من الضحك، لكن هو كانوا شايفينه انه مندمج قوي في التمثيل. وبعدين راح بروفوريوس قام ونزل جوه المية. بروفوريوس بهلوان جامد جدا وبيمثل كويس جدا، ده اندمج في الدور والناس واقعة من الضحك. هو بيعمل زي المعمودية بالظبط، زي ما المسيحيين بيعملوا بالظبط، ده بيتعمد بجد. وبعدين وبروفوريوس طلع من المية ونزل 3 مرات وهم واقعين من الضحك. أيوة فعلا المسيحيين بيعملوا كده. وبعدين طلع بروفوريوس وهو رافع راسه وهو بيشر مية. بعدين راح للملك وهو بيشر مية وراح قال له أنا بقيت مسيحي. فالملك قعد يضحك ويقول له بروفوريوس خلاص الفقرة بتاعتك خلصت. راح قال له أنا بقيت مسيحي. فالملك استغرب وقال له أنت بتتكلم بجد؟ خلاص يا بروفوريوس فقرتك خلصت، أنت مندمج قوي كده ليه؟ فراح قال له أنا بقول لك أيها الملك أنا قد صرت مسيحيا. فالملك وشه اتغير وسكت وقال له أنت بتقول إيه؟ أنت بتتكلم بجد؟ إزاي؟ شفت المسيح فين؟ إزاي بقيت مسيحي؟ قال له لما رشمت الصليب على المية ظهر قدامي صليب من النور، وحسيت إن جوايا حاجة اتغيرت، في حاجة اتفتحت جوايا، عينيا نورت وقلبي اتفتح وشفت المسيح. أنا بقيت مسيحي. لما قلت باسم الآب والابن والروح القدس حسيت إني مؤمن بالآب والابن والروح القدس. في حاجة جذبتني إني أكون مسيحي بجد. نزلت في المية وحسيت إن في إيد لمست راسي وعمدتني باسم الآب والابن والروح القدس. أنا مسيحي. يوليانوس غضب جدا، ملامحه اتغيرت، كل الناس اللي كانت بتضحك سكتت. وراح قال له انت عارف ده معناه ايه؟ قال له عارف. قال له هعذبك. قال له ولو. مش مهم. قال له هقطع راسك. قال له ولو.
مش مهم. قال له انت شفت بعينك انا عملت ايه في المسيحيين؟ قال له عارف وشفت. قال له انكر المسيح وانا هذا كل اللي انت عملته دلوقتي. قال له بس انا مسيحي. قال له مسيحي ايه؟ تعرف ايه عن المسيح ولا شفته فين؟ ازاي بقيت مسيحي؟ قال له جوه، المسيح اتولد جوايا. قال له انا مسيحي. راح احنى راسه بعد ما قال اشكرك يا رب يسوع لانك اديتني نعمة ان انا اموت وانا مسيحي. وراح قطع راسه ونال اكليل الشهادة. شفاعة القديس بروفوريوس تكون مع جماعنا امين. لو متضايق او مكتئب او في اي حاجة في حياتك مضايقك، جرب تطلب شفاعته لانه شفيع المكتئبين وليه معجزات كتيرة جدا. هقول لكم على كذا معجزة منها بجد شفاعته جميلة جدا وبيخلص كل المشاكل والأوراق والمصالح. مشارك كل الناس اللي عمل معاهم معجزة. لو أول مرة تسمع سيرة القديس ابعتها للناس، خلي الناس كلها تعرف سيرته وتابع صفحتي. واستنوني كل يوم بالليل الساعة 8 مع سيرة قديس جديد.